فيديو النهارده هيبقى مختلف طبعا، زي ما انتم عارفين ان النهارده راس السنه، ويعني كل سنه وانتم طيبين، مع اننا ملناش اي علاقه بالعيد ده اساسا، بس احنا برضو لازم نفهم ان الفرعون المصري دائما جاهز للاحتفال. الفيديو النهارده هيبقى عشوائي جدا، مش هنتكلم فيه عن حاجه محدده، كل اللي انا هتكلم عليه هي Q&A بدون رغي كتير. تعالى نبدا في اول سؤال. بودي بيقول ازاي الشخص يحسن ويطور من نفسه؟ وانت ما حددتش يا بودي يعني في انهي مجال، هل هو في مجال اليوتيوب مثلا؟ يا انت مثلا تشوف فيديوهاتي على اليوتيوب في الاول خالص، ودلوقتي هتلاقي ان في فعلا فرق مثلا في صور الفيديوهات، الحاجه دي كلها، فدي لحد ما تسمى تطور يعني. اما في حياتك العاديه ممكن مثلا تشوف عيوبك تصلحها، عارف انت، مش عارف ليه قلبت تنميه بشريه، بس يعني ماشي. مش بحب الشهره وشايف ان هي حاجه سلبيه اكتر من ان هي حاجه ايجابيه. انت ايه رايك في الشهره؟ طب وانا مالي يا اسطى؟ ايه علاقتي بالشهره اصلا؟ مش عايز استفزاز. الشادو بيقول هو انت جامد ليه؟ معرفش. كينج اوف ذا وورلد بيقول ليه يا اسطى المشاهدات قليله؟ الله اعلم يا اسطى، جاي تضايقني يا اسطى ولا ايه؟ لا والله، على فكره انا بالعكس، انا شايف ان بصراحه ان القناه شغاله كويس جدا من ناحيه الدعم، وان انتوا فعلا بتدعموني كويس جدا. مش شايف قوي ان المشاهدات قليله بصراحه، او في نظري انا على الاقل. الثعلب حوده بيقول امتى ابتديت تتابع المصارعه بشكل منتظم؟ ومين افضل مصارع بالنسبه لك من المصارعين الموجودين دلوقتي؟ تعال نقسم السؤال ده معلش لسؤالين. امتى ابتديت تتابع المصارعه بشكل منتظم؟ من 2012 لغايه الرسل بتاع 31 بتاع 2015. من هنا بطلت اتابع المصارعه تماما، يعني موقفت من ساعتها لغايه السمر سلام بتاع 2021. وحاليا على فكره بتابع المصارعه بشكل منتظم. ومين افضل مصارع بالنسبه لك من المصارعين الموجودين دلوقتي؟ افضل مصارع بالنسبه لي هو في حد غيره؟ لا بهزر. افضل مصارع بالنسبه لي هو جون موكس. جون موكسلي للناس اللي ما تعرفش، قبل ظهوره اصلا في الدبليو كان اسمه جون موكسلي برضه. هو جون موكسلي عامل زي ستيف اوستن كده، بس بتاع العصر بتاع دلوقتي. بس انت لو يعني في مصارعين جامدين اكتر من جون موكسلي، اقول لك MJF، اقول لك كيني اوميجا، اقول لك ناس كتيره جدا، بس انا بقول يعني ان جون موكسلي هو بصراحه من افضل الشخصيات اللي انا تابعتها في المصارعه في الوقت ده. يعني ممكن تعمل فيديو عن تاريخ الشيلد؟ بفكر في كده. ايه هي لعبتك المفضله من العاب سونيك دي اكس؟ وليه مش عاوز تبين وشك وبتطلع بالقناع؟ والله حكايه وشي ده انا خايف يحصل زي دريم، اللي انا افضل اعمل بروباجندا بقى وبتاع، وان انا وشي هيظهر واظهر وشي في الاخر وتتنمروا عليا. فيعني خلينا بصوت احسن. عمر بيقول ازاي اعرف اللقطات اللي عليها كوبي رايت في الفيديو؟ يا ابني انا ذات نفسي ما اعرفش هي بتتعرف ازاي. طب بص، هو انت عشان تعمل احتياطاتك جامد يعني ممكن تقلب الفيديو بالشكل ده. عبده هشام بيقول في الحقيقه انا عندي اسئله كتيره، ونقول بسم الله. ايه ده؟ التناول تضيف في المستقبل محتوى زياده غير الجيمنج والمصارعه؟ يعني سنه 2023 لو بتتكلم على 2023، لا انت ليه مش راضي تطلع بوشك خالص؟ ما زي ما انا قلت لك عشان موضوع دريم. ايه اكتر لعبه نفسك تجربها؟ جوت اوف وور. بتحب ايه اكتر، بيس ولا فيفا؟ بيس. ليك في الكوره ولا على الله؟ لا على الله. ولو ليك بتشجع مين في مصر وفي اوروبا؟ ما اعرفش، على الله برضه. ما بقول لك ايه اكتر فيديو تعبت عليه من ناحيه المونتاج؟ الفيديو ده والفيديو بتاع جيف هاردي. ديس هورزن بيقول استاذ بيستول. لا مش لدرجه استاذ يعني، على فكره انا عيل تافه جدا. ماذا تفضل، العاب القديمه زي ماكس بين وجاتا مصر، اقصد جاتا فايس سيتي، او العاب جديده زي جوت اوف وور وسبايدر مان 2018؟ اسف لو سؤالي ازعج حضرتك. لا هو ما ازعجنيش، هو انا حسب بالقهره بصراحه من الالعاب الجديده دي. بص هي السؤال ده نسبي، يعني انا حتى ليا اصحابي بيلعبوا العاب جديده فبلاقيهم فجاه او بتفاجئ ان هم بيلعبوا الالعاب القديمه عادي، مع انهم عندهم على فكره العاب جديده. بس هو ايه، هو انا جزعت ونفسي في حاجه كده جبنه قديمه، مش عارف انت اللي هي الحاجات دي، ده هم بالنسبه لهم كده. انما انا كبيستول افضل مين اكتر، الالعاب القديمه ولا الالعاب الجديده؟ بالنسبه لي الالعاب الجديده، لان هي اتطورت بشكل ممتاز. ابو تيبل بيقول يا رب اكون قلت الاسم صح. انت في كليه ايه؟ تجاره انجليش. الراجل المحترم ده بيقول برايك هل المستقبل AEW هيكون زي TNA تنتهي ولا هتكمل؟ بص هو TNA لما ظهرت اعلنت بشكل مفاجئ ان هي بتنافس WWE، مع ان هي مش من حقها اصلا ان هي تعمل حركه زي كده. يعني انت اصلا ما ينفعش تحط راسك باكبر راس في المجال ده. وقعت مع ستينك، وقعت مع هوجن، وقعت مع مش كيرت انجل وجيف هاردي. TNA دخلت بخشوميه جامده، مما ادى ذلك الى خلاص ان TNA اصلا فشلت في الاخر وفلست. هي مش فلست قوي زي WCW، بس تحس ان هي TNA موجوده بس زي قلتها، عارف انت. انما AEW كان مختلف شويه عن TNA. AEW دخلت قالت يا جماعه انا مش بنفس WWE ولا حاجه، انا بس جايب كيني اوميجا وجايب اليانج باكس وجايب يعني، حتى برضو ما وقعوش مع الناس اللي كانوا في WWE زي ما حصل في TNA ما كانتش مهتمه قوي بالشباب اللي هم اصلا وقتها كان سموها جو وكان ايجا ستايل. اما
الاي دبليو لا اظهروا شباب كتير، يعني مثلا زي الام جي اف، زي الاف تي ار، يعني في ناس كتيره تقول عليهم ان دول نجوم الاي دبليو. وهي اصلا الدبليو دبليو اي يعني اللي على راسه بطحه، يعني كل شويه يطلع تريبل اتش يقول لك على فكره احنا مش مهتمين، على فكره اي دبليو بتعمل ايه، وهي اصلا الدبليو دبليو اي خايفه ان اي دبليو يبقى يوم من الايام تبقى راسها براس الدبليو دبليو اي. الراجل المحترم ده بيقول بتفكر تغير محتوى القناه في المستقبل؟ في المستقبل بفكر بس اعمله مثلا قناه تانية او حاجه. ومين مثلك الاعلى؟ مستر بيست. ليك في الكوره؟ لا. تشجع ايه؟ لا ما انا ماليش في الكوره. انس طارق بيقول لتاني مره عايزين ترشيح العاب لنص السنه. بص هو انا عشان مش متابع قوي في الالعاب وكده انا مش عاوز افتي، يعني بيني وبينكم بصراحه انا ممكن اقول لكم اي لعبتين ولا اي لعبه عاملها في فيديو واقول لك ان دي افضل العاب، لكن لا انا مش عاوز اعمل كده. لازم اكون فاهم الاول الحاجه ولازم افهم الالعاب فعلا حلوه. طب مش برايي انا مثلا، باراء الناس التانية ممكن اعمل لها فيديو تاني. احمد مازن كينجز بيقول ما عنديش سؤال بس طلعني وهديك قناه. حبيبه محمد بتقول بتكمل في اساسن كريد. مش هقدر اكمل في اساسن كريد، ما اظنش ان الناس مهتمه قوي باساسن كريد وبتاع عندي في القناه على الاقل يعني. هانتر جيمنج بيقول اسمك ايه بستول، وبدايتك كجيمر كانت عامله ازاي؟ يا انت هتعيش الدور. الراجل المحترم ده بيقول ايه رايك في المصارع ريكوشي؟ المصارع ريكوشي بصراحه انا شايفه ان هو محجمينه، الدبليو دبليو محجمينه اكتر. يعني انا حتى كنت بتابع ريكوشي من ايام ما كان في اللوتشا اندر جراوند، فيعني هو ريكوشي كويس وحلو جدا، بس المشكله ان الدبليو دبليو زي ما انت عارف عشان البي جي واطفال ونينيني، فخلونا ساكتين احسن. كينج تيوب بيقول ما عندي سؤال بس بدي اطلع في الفيديو. ماشي يا عم يا عم. مادو دينجرس بيقول انت منين وكام سنه وبتفكر في ايه كتير ونفسك في حاجه معينه؟ اسئلتك كتير بس تحسها صغيره في نفس الوقت، فيعني خلينا كده. انت منين؟ مش هقدر اقول بس خمن الشارع ده ايه، وعندك كام سنه؟ على يوم 18 واحد اللي جاي هتعمل 20 سنه. بتفكر في ايه كتير؟ بفكر في النسوان. اقصد يعني بفكر في اللي اجيب شيبسي جبنه متبله ولا اجيبه بالكباب، زحرت كل مره عارف انت. احمد زيرو كينج ايوه حبيبي اتفضل. ايه افضل العاب الدبليو دبليو الجديده ولا القديمه؟ وانت في كليه ايه؟ كليه ايه تجاره انجلش؟ الجديده ولا القديمه؟ القديمه طبعا، يعني كفايه لعبه سماك داون بتاع 2003 اللي اتكلمت عنها، واللي على فكره الاي دبليو فايت فور ايفر اللي هي اللعبه بتاعتهم الجديده واخده نفس الحته دي بالظبط، فعشان كده انا بحب قوي لعبه الاي دبليو. حسن الجوكر بيقول ليه بتكره رومان رينز؟ Acknowledge me. Acknowledge me. Acknowledge me. لا خلونا نتكلم جد شويه. رومان رينز هو بياخد فرص المصارعين اللي حواليه. الموضوع ده بدا من 2015. دانيال براين كان المفروض يكسب في الرويال رامبل، رومان رينز كسب. كيفن اوينز، فين بالر، الناس دي كلها كانت المفروض تاخد فرص، بس الوقت ده كان وقت رومان رينز. ده لو جزم فينس ميكمان ما كانش هيعامله بالطريقه دي. هل انت تقدر تعمل قصص رعب مع المتابعين؟ بفكر في حاجه زي كده، ممكن اعمل فيديو بحكي فيها القصص اللي انتوا بعتوها لي، مفيش مشكله. قول لي العب اي نسخه من دبليو دبليو اي 2K علما بان جهازي ضعيف 4 جيجا رام و128 ميجا كارت شاشه. يعني يا ابني اذا كان انا اصلا يعتبر مواصفاتي قريب منك وما بقدرش العب اي حاجه من دبليو دبليو 2K. لا هي على فكره مساحتها كبيره جدا، يا مش هتقدر انك تحمل اي لعبه من دبليو دبليو 2K. تقدر تنزل فيديو عن ماكس بين قريب باذن الله. ايه افضل جي تي اي بالنسبه لك؟ سان اندريس. ايه افضل مسلسل وفيلم مصري بتحب تشوفه؟ مسلسل بيمبو وفيلم ثقافي. كينج اوف ذا وورلد برضه بيقول لك رايك هل كانت جود اوف وور تستاهل لعبه السنه ولا إلدن رينج؟ بص هو انا ما اقدرش اعمل مقارنه بين جود اوف وور وإلدن رينج، هو اللي عمل ضجه اكبر جود اوف وور، فمعنى كده الناس اللي فاهمه جيمنج بشكل سطحي هيقول لك جود اوف وور هو اللي هيكسب. فعشان كده ممكن اعمل فيديو منفصل اقارن فيها فعلا بين جود اوف وور وإلدن رينج، وهل فعلا تستاهل لعبه السنه بتاع 2022 ولا لا. اسمك ايه بستول؟ ايه اكتر فيلم انت بتحب تشوفه غير فيلم ثقافي؟ بحب قوي فيلم قبضه الهلال. لا انت فاكرني بهزر؟ لا هو فعلا بحب فيلم قبضه الهلال اللي بضحك عليه جدا. وايه احسن لعبه معديه ماكس بين من وجهه نظرك؟ جاست كوز 2. هو يعني ايه كيو ان ايه؟ علي خضر بيقول رايك في دانيال براين من اعظم مصارعين جيله. ايه افضل راسل مانيا انت شفتها؟ راسل مانيا 17. نبغى فيديو ليه بنحب سي ام بانك. حاضر من عينيا يا عم. ايه رايك في لعبه مصريه، لعبه اسمها سير فاكتور ريفولوشن 2017؟ بالنسبه للعبه مصريه وحلوه بس تحسها عامله زي كونتر، ما تفهمش ليه، اللي هو واخدين تحس نفس الماب وعاملينها لعبه، فاهمني؟ ايه ماكس بين عمك. ماشي يا عم. مين احسن شخصيه بالنسبه لك في الالعاب؟ شخصيه كريتوس. وبكده يكون خلصنا كل الاسئله تقريبا، بس قبل ما نخلص الفيديو كان في حاجه كنت عاوز
اشاركها معاك. والمشاركه هي في الورقه دي. الورقه دي يا جماعه كنت كاتبها في راس السنه بتاع 2019. شوف الورقه دي قديمه قد ايه. فتعال نشوف الورقه دي بتقول ايه، وهل فعلا احنا حققنا الكلام ده ولا ما حققناهوش. بعد الامتحانات بعد الامتحانات يا جماعه كان فعلا كنت في تانية سنه وقتها، وكنت لسه ما خلصتش امتحانات. عارف انت زي الوقت ده لازم اجيب موبايل عشان شغلي يطلع مظبوط. الحمد لله ما جبتش موبايل ولا حاجه. وبعد كده قناه اتش جيمر شانل جيم بلاي. الناس اللي ما تعرفش انا قناتي اصلا ما كانش اسمها بيس 2 في الاول، كان اسمها اتش جيمر شانل. بس انا اكتشفت بعد كده ان في ناس كتير مسميه اتش جيمر، فاللي هو انا مش مميز. فانا قلت طب ما اسميها اسم تاني بيس 2 وخلاص. والكيسه الحديثه اللي هي بيشغل بابجي وفورتنايت ب 500 جنيه. انا مش عارف ازاي فكرت فيها وقتها، كان ب 500 جنيه ازاي بس انا مش عارف وقتها هل فعلا كان ب 500 جنيه. مش عارف بصراحه. وايه اول فيديو ليك يا بطل الابطال؟ مش عارف ليه انا كنت اتكلم بالطريقه دي. اول فيديو ليك يا بطل الابطال الفيديو بتاع كول اوف ديوتي. حاول تطور من نفسك وخلي يبقى في تطور ملحوظ لكل فيديو. يا سلام، عيط يا مدحت. والصبر. بص يعني يمكن دي الحاجه الوحيده اللي صح في الورقه دي. لازم تصبر كتير جدا 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 لو انت عايز تخش موضوع اليوتيوب ده. الفيديو 25 سيف ستيكس هيبتدي يظهر. الناس ما تعرفش كان في فيديو قديم ليا انا وسيف ستيكس كنا بنلعب فيها ليجو مارفل والكلام ده. الاستمراريه. انت افضل قناه على اليوتيوب، اجتهد وانت هيتيسر لك باذن الله. ايه هيتيسر لك دي؟ لازم احسن لغتي بالانجليزي اكتر من كده. لا ما هو انا ما حسنتش بالانجليزي ولا حاجه. خلاص وصلت ل 20 سبسكرايب، ان شاء الله ربنا يوعدنا باكتر من كده. 20 سبسكرايب. انا مش عارف ليه كنت عشمي كبير قوي. وعلى فكره تقريبا وصلت ل 20 سبسكرايب في 3 اسابيع حاجه زي كده. ثالثه ثانوي فاضل لها اسبوع وتبدا. لازم نبدا بجد. ده ايام ما ثالثه ثانوي كانت لسه فاضل لها 3 اسابيع يا جماعه. الناس ما تعرفش انا اصلا ثالثه كليه، يعني عدى على الورقه دي 4 سنين تقريبا. حاول تنسق مع نفسك في امتى هتنزل فيديوهات وامتى هتذاكر، عشان ابو ملتين كداب. ايه هو انا كاتبها ابو ملتين فعلا؟ المفروض ابو بيلين كداب. انا مش فاهم ابو ملتين كداب ازاي يعني. خلاص وصلت ل 50 سبسكرايب الحمد لله، باذن ربنا يوعدنا باكتر من كده. شوف 50 سبسكرايب. وبصراحه يعني للناس يعني اللي لسه بادئه هيبقى بالنسبه لها فعلا 20 سبسكرايب فعلا حاجه عظيمه. خلاص انت في المراجعات عاوزين نهتم بالمذاكره اكتر من كده من الفيديوهات، يعني تنزل كل اسبوعين مره. بص هو انا اصلا فتره ثانويه عامه دي ما كنتش بنزل فيها اي فيديوهات غير مثلا فيديو بتاع ويجز وفيديو بتاع البطاقه بس كده. حاول ما يكونش كل تفكيرك في افكار الفيديوهات اللي انت هتقدمها، كل تركيزك بس في كليه احلامك. بص الناس اللي ما تعرفش كليه احلامي وقتها كانت ايه، كانت كليه سياسه واقتصاد. انا اصلا ادبي، بس انا اصلا ولا اهتميت بالفيديوهات ولا اصلا كنت بذاكر كويس، فيعني ايه ما عملتش الحاجتين دول. الامتحانات خلصت اخيرا الحمد لله، بس كده يبقى ركز في الفيديوهات من تاني. وقتها الامتحانات فعلا كانت خلصت، بس انا وقتها كنت ايه حته بقى التنسيق وبتاع والنتيجه والناس اللي بتصرخ وبتاع، فكنتش بنزل اي حاجه اصلا في القناه عندي. طز في الناس اللي هتحبطك، طز في اي حد يقول لك ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده من خيال. ياه كان كلام عميق قوي يا جماعه. خلاص وصلت لل1000 سبسكرايب الحمد لله، يبقى ده اول طريق للنجاح. للناس اللي ما تعرفش انا اصلا وصلت لل1000 سبسكرايب السنه دي. والله السنه دي. فعشان كده الورقه دي ببين لها لكم، مش عشان اللي هو ايه ببين ان انا جامد وكده، لا هو اغلبها اصلا ما حققتهاش الورقه، بس انا بقول لكم على حاجه. انت لما تيجي مثلا تحدد الاهداف اللي انت عاوز تعملها في السنه الجديده، مش لازم انك تحققها في السنه الجديده. دي حاجه ممكن تحبطك عادي. ممكن مثلا تقول حاجات نفسك تعملها في سنه 2023 تحصل في 2024 2025 2026. يعني مين يصدق ان انا هوصل لل1000 سبسكرايب في 2022؟ عارف يعني ايه؟ يعني 4 سنين. فعشان كده مش لازم، مش ضروري انك تقطع نفسك على الهدف والحلم عافر واشتغل وكل حاجه، بس عادي ما تاخدهاش على اعصابك. انا شايف كده. فبس كده، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي بتاع السنه الجديده. سلام عليكم.